ايه رأيكم تعالوا نطلع مع بعض العمارة واوريكم الدور اللي كانت عايشة فيه والصورة الكبيرة ليها اللي محطوطة في الدور بتاعها. الحلوة 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 برموشها السودة الحلوة، هنا عاشت شقراء السينما المصرية نادية لطفي. وطبعا فاكرين الأغنية اللي غناها للعندليب عبد الحليم حافظ في فيلم الخطايا. عايزة أقول لكم إن هي المفروض أساسا كان يغنيها لسعاد حسني، لأن سعاد حسني كانت مرشحة للدور ده بس اعتذرت عنه وعملته نادية لطفي. يعني نادية لطفي من سعاد حسني يعني حلويات السينما المصرية، سواء دي أو دي يعني كان الفيلم برضه هيطلع تحفة. المهم الفنانة نادية لطفي عاشت في العمارة دي 25 سنة في شارع اسمه شارع النباتات بجاردن سيتي، وهو فعلا شارع حلو جدا وكله نباتات حقيقي، يعني لايق عليه الاسم جدا وفي شجر مانجا. ايه رأيكم تعالوا نطلع مع بعض العمارة واوريكم الدور اللي كانت عايشة فيه والصورة الكبيرة ليها اللي محطوطة في الدور بتاعها، ونعرف اكتر عن حياة نادية لطفي. يلا بينا. على الرغم ان العمارة من بره تبان صغنونة و3 ادوار، بس هي في الحقيقة 5 ادوار. من الجنب ده انت شايف 3 ادوار والجنب التاني 5 ادوار، وده الجنب اللي كانت ساكنة فيه الفنانة نادية لطفي. وجنبها على طول قصر فؤاد باشا سراج، وكنت نزلت عن القصر ده فيديو قبل كده. أخدت الأسانسير وطلعت للدور الخامس والأخير، واللي كان فيه شقة الفنانة نادية لطفي، ودي شقتها اللي عاشت فيها 25 سنة، وكانت دوبلكس وكانت عايشة فيها مع كلابها. كان عندها كلبين بكنوا وكانت بتحبهم قوي، لدرجة إنها لما كانت تعبانة وفي المستشفى كان ممرضتها والسواق بتاعها كانوا بينزلوا الكلاب يمشوهم ويصوروهم فيديو، ويروحوا يوروا الفيديو للفنانة نادية لطفي علشان تطمن عليهم. ودي صورتها موجودة في الدور اللي كانت ساكنة فيه، ومكتوب عليها دستورنا هو الحب، بالحب نبني نقابتنا. وده كان شعارها لما رشحت نفسها في نقابة الممثلين. ولحد دلوقتي جيرانها محتفظين بالصورة زي ما هي، لأنهم كانوا بيحبوها قوي. لأني لما سألت جيرانها عنها اتكلموا عنها بكل خير، وقالوا إنها كانت دايما بتودنا، حتى وهي في المستشفى وتعبانة كانت بتتصل بيهم علشان تطمن عليهم. حتى سكان المنطقة وحارس العقار قالوا إنها كانت طيبة جدا وزي النسمة، وبتتعامل معانا بكل لطف وتواضع، وما كانتش بتتأخر عن أي حد في أي حاجة. وواحدة من جيرانها قالت لي إنها كانت بتهتم جدا إن هي تسمع الأخبار، وخصوصا عن قضية إخواتنا. وفي سنة 2019 زارها الرئيس محمود عباس أبو مازن في المستشفى علشان يكرمها، وأهداها درع النجمة الكبرى لوسام القدس. نادية لطفي اسمها الحقيقي بولا محمد شفيق، وهي البنت الوحيدة لباباها ومامتها وملهاش اخوات. اتجوزت 3 مرات. أول مرة كان عمرها 20 سنة من ابن الجيران، وكان ضابط بحري اسمه عادل البشاري، وخلفت منه ابنها الوحيد أحمد، ولسه عايش لحد دلوقتي ربنا يديله الصحة. وزوجها التاني كان من المهندس إبراهيم صادق شفيق، ودي كانت أطول جوازة وانفصلوا بعد 6 سنين. أما الجوازة التانية فكانت من المصور الصحفي محمد صبري، بس برضو انفصلوا. الفنانة نادية لطفي كانت جميلة جدا وبتحب كل الناس، لدرجة إنها لما كانت تعبانة في المستشفى عرفت إن زوجة ابنها توفت، زعلت جدا وأصرت إن هي لازم تروح العزاء، وفعلا راحت العزاء وتعبت جدا هناك ورجعت تاني على المستشفى. طبعا كان نفسي أدخل شقتها، لكن عايش فيها دلوقتي ناس تانية لأنها كانت شقة إيجار، وكان بيزورها فيها فنانين كتير أصدقائها، وكان ابنها أحمد بيزورها من فترة للتانية. زيارة الفنانين ليها ما انقطعتش حتى وهي في المستشفى، وخصوصا الفنانة دلال عبد العزيز رحمها الله، وبناتها إيمي ودنيا، والفنان سمير صبري، والفنانة رجاء الجداوي رحمهم الله. واضح قد إيه إن الفنانة نادية لطفي كانت شخصية جميلة ومحبوبة من كل اللي حواليها، زي السندريلا سعاد حسني. ما هما الاتنين كانوا صحاب جدا وأقرب 2 لبعض. توفت الفنانة نادية لطفي يوم 4 فبراير 2020. النهاردة أنا اتكلمت عن نادية لطفي الإنسانة مش الفنانة، لأن فنها معروف للناس كلها، أما سيرتها الطيبة كان لازم نحكيها علشان نترحم عليها. رحم الله الفنانة الجميلة نادية لطفي. وبس كده، دي كانت حكايتنا النهارده من حكايه هنا عايش. هتسالوني ايه المانجا اللي في ايدي دي؟ عايزه اقول لكم بقى وانا ماشيه المانجا دي وقعت عليا زي نيوتن كده بالظبط لما وقعت عليه التفاحه. تفتكروا هبقى ايه؟ دي بشرة خير على فكرة ورزق. لو عجبكم الفيديو بقى لايكات كتير وفولو شير على قد ما تقدروا، واستنوني في الفيديو الجاي. انا ياسمين الجلاد، سلام.